ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين لكم فيديو جديد هيعجبكم ان شاء الله. هنعمل فيه المحشي والتسبيكه بتاعته من اولها لاخرها، وهنعمل كمان فراخ. اول حاجه شوحنا الفراخ على جنيهتين في سمنه وحطيناها على جنب، وبعد كده هنعمل المحشي. هنجيب كوبايه زيت وثلاث بصلات كبار، هنحطهم مع الزيت، وبعد كده هشوحهم كويس لغايه ما يتبلوا شويه، وننزل عليهم بالتوابل على طول على على البصل والزيت. هنحط بابريكا، توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات، بهارات محشي، كمون، فلفل، معلقتين صلصة، وتقريبا 2 كيلو طماطم معصورة او كيلو ونص. ودي الفراخ كنا حمرناها وحطيناها على جنب. ودلوقتي هنرجع تاني للمحشي. بعد ما البصل ياخد يبتدي ريحة التوابل اللي احنا حطيناها كلها تطلع، هننزل عليه بالطماطم المعصورة بس مش مصفينها، لان كده كده بتدوب في المحشي لما بتسبك. هننزل عليه بالكمون دلوقتي زي ما انتم شايفين. يا جماعه شير وسبسكرايب واشتركوا في القناه وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. لو الفيديو عجبكم يا ريت تقولوا لنا تحت ان يعني تقولوا لنا على افكار جديده نعملها. دلوقتي نزلنا بالطماطم على تسبيكه المحشي، وهنسيبها تسبك. لازم بقى تسبك حلو جدا، ما فيهاش اي ميه، وتبقى لونها احمر خالص. دلوقتي احنا حطيناها سايبينها بتسبك، وبعد شويه بعد ما تتسبك خالص ونحس ان هي خلاص الميه اللي فيها نشفت خالص، مفيش الا الزيت يطلع على الوش خالص ويبقى الصلصه تحت. هننزل بقى بالرز اللي احنا غسلينه ومصفينه وغسلينه كويس، وهننزل بيه. وبعد ما ننزل بالخضره اللي هي شبت وكزبره وبقدونس. وبعد كده هنغسلهم كويس ونقطعهم كويس وننزل عليهم. اول ما ننزل بالشبت والبقدونس والكزبره هنقفل النار على طول عشان ما يتبلوش. وكنا شايلين من البصل دوت نص بصلايه تقريبا، هنحطها برضو بعد التسبيكه ما تتاكل، نحطها مع الرز والخضره. كده حطينا الرز ونسيبها على النار. وهي بعد ما نحط الرز دلوقتي هنحط البصل والشطه اللي احنا كنا سايبينهم من الاول خالص، وهننزل عليهم بالخضره ونقلب ونقفل النار. وبعد كده نحشي المحشي ونرصه بقى في الصينيه مع الفراخ اللي احنا شوحناها. لا حول ولا قوه الا بالله. ده شكل التسبيكه بعد ما اتعملت. وادي هنعمل ورق عنب، وهنعمل بتنجان وفلفل وكوسه وفلفل الوان. بيبقى طعمه حلو جدا فلفل الالوان، جربوه يا جماعه في المحشي. بعد كده بعد ما حشينا خلاص المحشي كله، حطينا كل صنف في جنب. الورق عنب لوحده، والفلفل والكوسه والماء والبتنجان الاسود، والفرخه حطيناها في النص. بعد كده هنحطها على النار تاخد غلوه. اول ما تغلي هنغطيها وندخلها الفرن على طول. بتاخد بقى وقت لسوى المحشي العادي، بس بيبقى طعمه احلى طبعا بكتير لانه معمول مع الشوربه بتاعه الفراخ، يعتبر نزلت في المحشي يعني السائد بيه. وحطينا كوبايه ميه فيه. دلوقتي بقى بعد ما دخلناه الفرن وطلع استوى طبعا واتحمص بقى من فوق كده، وبقى شكله تحفه وطعمه جميل جدا. يا ريت تجربوا يا جماعه الوصفات بتاعتنا، هتعجبكم جدا. ولو عندكم اي افكار جديده تقولها لنا ان شاء الله نحاول نعمل اللي انتوا عايزينه كله. شكرا، مع السلامه.